السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، وعواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد. يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش كنتمناو إن شاء الله نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم البنات غادي نشارك معكم هذا المحنشات الصغار، كيجيو زوينين في المذاق وبالخصوص باللوز، كيجيو رائعين. أنا اليوم درتها باللوز. هاد المحنشات كنوجدوهم في ايامات العاديه، وبالخصوص في سيدنا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. نتمنى يعجبوكم ويروقوا الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا الى اخر الفيديو. ونعطيكم دابا المقادير اللي استعملت، وعلى بركه الله. عندي هنا البنات كما كتشوفوا اللوز بعد ما سلقته وبديت بالتقشير ديالو. كتشوفوا عندي هنا كيلو، تقريبا كيلو ونص ديال اللوز. غادي نقشروه وغادي نشفوه في واحد المنيديل، غادي نديرو فوق اللاطه كما كتشوفوا. ها هو دابا نشف، كنشفوه مزيان من الماء باش كنطحنوه، وغادي ندوز نطحنو. غادي نطحنو ونرجع ان شاء الله معاكم نبداو. بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل هذا. سمحوا لي، درت شويه ديال المسكه الحره مع شويه ديال السكر كلاصي، وهنا عندي شويه ديال الزبده والقرفه، معلقه صغيره ديال القرفه. وغادي نبدا نخلط، غادي نخلطو مزيان على هذا الشكل حتى كتنسج من القريفه وداك المسكه ان شاء الله وداك الزبيده. وغادي نقادوه. الا ما جبرناه مازال شويه شاحز، غادي نزيدو شويه د ما زهر كما كتشوفوا. نزلتو شويه ديال الماء زهر، وغادي نخدمو مزيان بيدي. كاين اللي كيطحن معاه كلشي، انا طحنت معاه غير السكر وقبيصه ديال الملحه حتى وجد، وكنصوبو لراسي. ودابا غادي نشوفو الا كان غادي يعطينا الطوع في الحريبلات ديالنا او في الكويرات اللي غادي نديرو. ودابا راه زوين، نتوما كتشوفوا جا هو هذاك. غادي نديرو في شي صاشيه ونخليه حتى يرتاح، وندوز نحضر الورقه اللي خديت. انا الورقه غير خديتها، ما خدمتهاش راسي، يعني غير شريتها واجده. هنا كيلو ديال الورقه، غادي ندوز نقطعها. كنخليوها في ميكا باش ما كتيبسناش. هانتوما غادي نقطعها مثلثات على هذا الشكل باش كيجيوني داك المحنشات صغيورين ومزيونين. دابا كما كتشوفوا انا كندهن الورقه ديالي شويه ديال الزيت، كندير الحريبلات هكا غير رقاق. انا بسيطلات غير صغارين، سمحوا لي، محنشات غير صغار. وغادي نقلفها هكا، كندور غير بلاتي بحال الحلزون. وغادي نشدها بشويه ديال العجينه. وها هما وجدوا لنا البسيطلات. شاركت معكم داك الحليبه، نتوما كتشوفوا كيجيو رائعين. بالزبده بعد ما ساليتهم غنخليهم فوق اللاطه هكا، وغادي ندهنهم. انا كتعرفوا اللوز ما كنجيو نساليوه حتى كينشف، غادي نرطبوه بشويه ديال الزبده هكا، ندهنوهم كاملين.
الفران انا شعلته، راني مقلالو على ما ندهن بالزبده، وغنستمر هكا في الدهن ديال لاطا. من بعد ما طابوا لنا البنات كيجيو على هذا الشكل غادي نولي نعسلهم. كندير لهم العسل غير من فوق الوجه ديالهم هكا، نساليهم كاملين بالعسل ونخليهم في داك العسيله يباتوا ونغطيهم. وهادو هما المحنشات ديالنا اللي كتشوفوا كيجيو رائعين بصحتكم وراحتكم، تبارك الله عليكم وعواشركم مبروكه. يدخل علينا وعليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه جميع الدول الاسلاميه، وان شاء الله وليداتكم وليداتنا بالرحمه والمغفره لجميع المسلمين. نتمنى لكم الصحه والعافيه. الى عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وبارطاجيو للاهل والاحباب. ان هذا المحنشات كيجيو صغارين رائعين، وتبارك الله عليكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.